السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. النهاردة هنتكلم على سؤال مهم وبيدور في عقل كثير من السيدات، وكتير من الستات أحيانا بيسألوني، بالذات لما بننزل ورانا إيه، هنعمل إيه، المفروض نقول إيه، ما نقولش إيه، نعمل ايه، ما نعملش ايه، نعمل زيادة من ايه، نعمل قليل من ايه. التفاصيل دي كلها دايما السؤال بتاعها يعني اعمل له كل حاجة ولا ما عبروش؟ محدش قال كده ومحد يعني اعمل له كل حاجة غلط. طب ما عبروش برضو غلط، محدش يقدر يقول كده. لا اعتدال. يعني ايه الاعتدال؟ يعني الري بالاغراق غلط، والري بالتنقيط او التصحر غلط. لا بغرق العلاقة سواء لراجل او لست، ولا بجف خالص وما اديش ظنا مني بان التقل والحرفنة دي هي اللي بتخلي الرجالة تتعامل كويس مع الستات او تتظبط. لا ده مبدأ صح ولا ده مبدأ صح. ليه ما نعتدلش؟ ليه دايما ميالين للتطرف؟ ليه يا اما اديله زياده قوي 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 لدرجه انه يتخنق ويزهد، او اديله قليل قوي 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 لدرجه انه برضه يتخنق ويتضايق ويحس بالجفاف؟ ما ينفعش اتطرف قوي في العطاء او اتطرف قوي في المنع. مطلوب من اي زوجه عايزه تبص، وهتقولوا لي ليه بتكلمي الستات؟ عشان هما الستات اللي بيسالوني في الحته دي، او اغلب الستات هي اللي بتسال، هو احنا المفروض ندي بزياده ولا ندي قليل؟ ولا تدي بزياده ولا تدي قليل. انت المفروض اصلا تفهمي اللي قدامك محتاج ايه. فاحنا اول حاجه لازم نفهمها كسيدات متزوجات او مقبلات على الزواج، هو اللي قدامي لغته في الحب ايه. محتاج اتكلم معاه بانهي لغه؟ محتاج اتكلم معاه بالقرب الجسدي ايه بالظبط؟ لحظه ما بتعرفي لغه اللي قدامك في الحب، ده بيسهل عليكي جدا التواصل معاه. فدي اول فقره، اعرف اللي قدامي بيتكلم ايه، اعرف انا بتكلم ايه، عشان نعرف فرق الترجمه اللي بيني وبينه، نلاقي له زي ما بيقولوا كده لغه مشتركه او نقطه ترجمه. انا برسل اللي قدامي هيستلم ازاي، واللي قدامي بيرسل ايه انا هستلمه ازاي. نفهم ده، نفهم ايه اللي بيعجب اللي قدامي وايه اللي بيعجبني، واعبر انا كمان عن لغه الحب اللي انا بستقبلها، عشان اقدر يبقى عندي رصيد ادي منه اللي قدامي، عشان يبقى فيه قدره على الاستمرار في العطاء باعتدال. انما انك تدي بس لله وللوطن، ده مش وضع صحي. وهيجي معاه فتره هتحسي ان انت حصل لك حاله استهلاك شديده جدا جدا، يا اما حاله تعود على العطاء تخلي اللي قدامك يتعلق او ياخدك على انك سيناريو مفروغ منه ومضمونه خلاص، او انك بعد فتره فجاه تفوقي تلاقي نفسك بتدي بس ما بتاخديش، فيحصل اي علاقه ما فيهاش اعتدال. عشان كده بقول لك النهارده، لا تدي على طول ولا تقفلي على طول، اعتدلي، امسكي العصايه من النص، افهمي كويس جدا مهامك وواجباتك وحقوقك، مهام اللي قدامك وواجباته وحقوقك عنده وحقوقه عندك، عشان تعرفي تظبطي ري بالاغلاق ولا تصحر. لا ده صح ولا ده صح. احنا اتفقنا ان احنا هنروي باعتدال، اللي قدامي يبقى شبعان وانا في نفس الوقت ابقى مرتاحه، مش ضاغطه على نفسي ولا حارمه نفسي من اني اعيش حياه كويسه معاه وادي واستقبل. حبي اللي قدامك بلغته وساعديه على انه يحبك بلغته، ولو سمحتي ما تتطوعيش في اللي ما تقدريش تعمليه العمر كله، وما تتطوعيش في الحاجات اللي مش مهمتك، وشجعي اللي قدامك انه يدي، وتبسطي لما يديكي عشان يتعود يديكي اكتر. اظن النهارده حلقه مختصره جدا، كام دقيقه، اعتقد انهم لخصوا لكم رد السؤال اللي بتساله كتير جدا من ستات كتير. ادي كتير ولا امسك؟ لا ده ولا ده. النهارده قلنا نعتدل ازاي في علاقتنا، ومعدل العطاء اللي مقبول شكله عامل ازاي. ربنا يسعد البيوت كلها، ربنا يكرمكم باذن الله ويرزقكم ببيوت هادئه مستقره، وبيتي من ضمنكم. يهدي الشباب والبنات كلهم، وبناتي بنتي ربنا يرزقني ببنات تانية ان شاء الله كده، مراتات ولادي بقى وشباب ولادي من ضمنهم يا رب. اشوفكم على الف خير، وباذن الله اطمن عليكم واسمع منكم في التعليقات ايه نصايحكم للي بيسالوا، ندي بالاغراق ولا نطبق اسلوب التصحر. تعليقاتكم دايما
بتكمل معنى اي حلقه وبتكمل الفكر اللي احنا عايزين نوصله عشان نعمر بيه البيوت كلها. اشوفكم على الف خير بكره وتصبحوا على خير.